السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله يعجبكم. عافاكم، ما تنساونيش من لايكاتكم ومن تعاليقكم الزوينه اللي كتخليو لي دائما. شكرا لكم بزاف. الله يكبر بكم والله يخلي لكم صحيحتكم. هاد ثلاثه الوصفات هما اللي ديت معايا عند سناء. البنات اللي معايا عارفين، مشيت عند سناء الخوخي وديت هادو في يدي، وقلت لكم غنخلي لكم في الوصفات في فيديو خاص. وباش ما يجيش الفيديو طويل وتقدروا تفرجوا فيه كامل، غادي اليوم نشارك معكم الكوفر اللي كانوا عليه طلبات كثيره والبنات سولوني عليه. غنبقاو مع المقادير ان شاء الله. المقادير هي هذه: عندي جوج ديال البيضات، ونص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الحليب، وعندي طحين وخماعه، ودانونا كنديرو اولا الياغورت كنديرو ديال الفاني. وانتم تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو. واحد القبيصه د الملحه دائما كنديرها مع الطحين. انا كنت غندير لكم الوصفه الاصليه كما كتعرفوها، ماشي هي هذه المقادير ديالها، ولكن كما قالت لي واحد الاخت اللي كانت متتبعه ودابا ولات صاحبتي واختي، والحمد لله الله يدومها محبه يا ربي. قالت لي شوفي، من الأحسن عطينا الوصفة ديالك، حنا كنبغيو الوصفة ديالك حيت اقتصادية. وفعلا لقيت كلامها صحيح. دابا تكتبي الكوافة اولا الوافل اولا غتدخلي لليوتيوب تبارك الله الوصفة موجودة ومحطوطة بكتها. ولكن انا كنحاول نبسط الحاجه ليا وليكم، يعني وصفه اللي هي اقتصاديه. وكيف ما كتشوفوا معايا عطات بلاطو تبارك الله اللي تديه في يدك. الا مشيتي عند شي حد، جاي عندك شي حد بغيتي تفرحي به وليداتك، يعني كيحمر لك وجهك كما كنقولوا. الوصفة ساهلة وبسيطة وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما تخافوش، كيجي مقرمش من برا وكيجي طيب وفتي من الداخل، ما فيه لا زبدة لا حتى شي حاجة. الوصفة الأصلية ضروري فيها الزبدة. أنا كنتفادى الزبدة في بزاف ديال الوصفات، غتكونوا لاحظتوها المتتبعات اللي معايا قدام. كندير زعما الحاجة اللي كنبغيها أنا، والحمد لله كتكون الوصفة ناجحة، ماشي العكس. الطحين كيف ما شفتوا معايا درت هنا 250 غرام، وغادي نزيد البنات اللي بغيو العبار هكا بزلافة، ها هي هنايا زلافة اللي كتهز 250 غرام، وهنا خماعة. وكتشوفوا الخليط باقي معايا خفيف، وهو الخليط ديالو كيكون شوية ثقيل باش هكا ملي كنديروه ما كيلصقش لينا يتحيد بسهولة. ومهم هو الاساس ديالو كيكون الخليط ديالو شوية ثقيل، ماشي بحال الكيكة ثقيل شوية على الكيكة. هنا باقي كنصور معكم انه باقي خفيف. انا هز ليا 300 غرام ديال الطحين، نتوما يقدر يهز اقل ويقدر يهز كتر على حسب. انا كنحاول نوريكم هنا الخليط باش تشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش خصو يكون. وكنخلط هكا مزيان بالطغاب باش ما كيبقاو لا حبيبات لا حتى شي حاجه. صافي كنسخن هاد الاله ديالو هنا، كان كيسحب ليا كتصور كامله. كان عليا نكحز الخليط شويه هنا باش تبان لكم، ولكن ماشي مشكل، كنظن الصوره واضحه. خديت اختي هاد القريعه هادي هادي البنات اللي عندهم اير فراير كيستعملوها، قلت اختي علاش لا، اللي ما عندوش الاير فراير ما ياخدش هاد القريعات. وانا عجباتني في الشكل ديالها وما غالياش، ثمنها رخيص وبزاف. ايوا عجباتني وهي تنفعني في هاد القضيه. كنت كنبقى ندهن بالشيته هكا، جاتني ساهله وعمليه بلا ما كتبقاي دهني ولا هذا شيشه في كل بلاصه. صافي صراحه عمليه زوينه، كتقضي غا عاد. صافي عندي هنايا كيف ما شفتوا معايا هاد الاله. فاش كنكون زعما دايره للدار ولا هذا نقدر نديرو حتى كبير باش دغيا نسالي. كيجي على قد داك المربع واه كبيره هادي. انا عندي هاد الاله كبيره بزاف. فاش كنكون باغا نديرو هكا في عيد الميلاد اولا جاي عندي شي حد اولا انا غادا عند شي حد، كنحاول نديرو صغيور هكا كيجي حلو. وملي كيكون زعما قوّت الوصفات في الطبلة باش تذوقي من كلشي، من الأحسن يكون صغيور باش ما تبدايش الحاجة وتحطيها. كنظن كلشي يكون متفق معايا، ما نعرف. هادو مازال كبّرتهم شوية، الآخرين غنديرهم غير صغيورين. أنا حيت كنت باغا باش نوريكم زعما الشكل ويبان ليكم، غنهزها في يدي وغتشوفوا الشكل معايا قداش درتو. كنحاول نسخّنها. أنا هادي ما كنتش كندهنها الصراحة، ما كنتش كندهنها، ولكن مؤخرًا ما عرفتش علاش ولات كتلصق ليا شوية. صافي وليت كندير هاديك النقيطة ديال الزيت ماشي مشكل، فين ما كنبغي نكب شوية من الخليط كندير ديك النقيطة ديال الزيت.
وأنا أختي لا تقولوا ما وفيتش بالوعد، البنات اللي طلبوني على الوصفة ديال الكوفر وعجبهم، أنا صورته معاكم إن شاء الله حتى نتوما يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاكم. كنحاول البنات نكون وصفات بسيطة وجاوني التعاليق وفرحت بهم البنات. واحد البنت كتبت ليا عاقلين على وفائهم ولات بيضة وحدة ضحكني داك التعليق. وفعلا كنت كندير معاكم وصفات ببيضة وحدة. أيوا قُلت لها أختي دابا كانت بيضة وحدة ملي كانوا المواد الغذائية رخيصة وكان البيض رخيص، دابا ملي كلشي غلا غنولي ندير لكم وصفات بلا تا ديك البيضة. أيوا والله ارحمنا يا ربي، كنضحكوا شوية وصافي. ها نتوما كيف ما شفتوا صافي كنهزها هكا بالفورشيط أولا بداك العود ديال الشوا أولا كتجي ساهلة باش هكا ما تحرقيش وفي نفس الوقت كتحيد معاك بسهولة. غنكمّلها هاكا حتى غنكمّل الكمية كاملة اللي عندي، وديك الساعة كتزينوه نتوما باش ما بغيتو. فاش كنكون غادية نديه معايا لشي بلاصة كنحاول ندير الشكلاط هاكا باش داك التزيين كيلصق. إلا كان عندي في الدار وجاي عندي أنا شي حد يعني ما غاداش نهزو ونخرج، كندير صلصة، يا إما صلصة الكراميل أولا صلصة الشكلاط أولا هاكا شي صلصة اللي كنوجدها نيت في الدار كتجي هاكا حسن. كان غادية تخرجي هاديك الصلصة كاملة كتخربق وما كيبقاش الشكل ديالو زوين. أنا جربت نديه زعما وأنا مديها فيه وخصوصًا اللي ما عندوش البنات طونسبور يعني على يديه كتسمحني فاش كتكوني غادا هاكا بشي وصفة. راه الكيكة وصلات عند سناء مفاتة قالت لي: "يا وفاء الكيكة بغيت نحطها ولكن راه ما بقى عندها حتى عظم صحيح." قلت ليها: "من الخير صايبيها للدراري شي تحلية ولا شي حاجة." إيوا ماشي مشكل، اللي مكتبة كتكال واللي ما مكتباش ما مكتباش. صافي كيف ما شفتوا معايا حاولت نوضح معاكم الصورة أكتر ونصور معاكم بالتفاصيل باش هكا البنات اللي ما عمرهم صايبوه ي زعما يقدروا يجربوه ويقدروا يكونوا ياخدوا الوصفة كما هي. والبنات اللي كيجربوا الوصفة الأصلية ديالو يجربوا الوصفة ديالنا اللي في اقتصادي وفيها غير كاس ديال الحليب وغير جوج د بيضات. وهانتوما شفتوا الكمية تبارك الله اللي كيعطي يعني كمية لا بأس بها ماشي شي كمية اللي زعما صغيرة. هانتوما شفتوا تبارك الله ما شاء الله راه تفصيل اختي وعطاني بلاطو غتشوفوه معايا في الاخر كيف ما شفتوا في بداية الفيديو. زينته بالشكلاط وبشوية ديال العقيق هكا كيجي المنظر زوين ديالو والعين هي اللي كتاكل البنات ضروري تزيين كيكون. هانتوما هنا راه ما خليتش الصوص كنت كنوريكم القرمشة راه من برا مقرمش ومن الداخل طيب طيطب هكا فتي. ايوا كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ما بغيتش نطول عليكم ونحط لكم الوصفات بثلاثه غيجي الفيديو طويل وما تقدروش تفرجوا ليا في الوصفات بثلاثه هكا ان شاء الله. نقدر المره الجايه نحط لكم داك الميني كيك والكيكه اولا نحط لكم عاوتاني كل وصفه بوحدها. المهم نتوما خليو ليا في التعاليق واش بغيتو نحط الوصفه فيها الكيكة والميني كيك أولا نحط لكم كل وصفة بوحدها. يلا نتسنى التعاليق ديالكم وشكرا بزاف ليكم وللي خطيكم عليا بتشجيعاتكم ان شاء الله باش غنستمر وباش غنزيد نصور ونحط معكم الوصفات الاقتصادية. نخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.